السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد في سلسلة Application Security بالعربي، وهنكمل كلامنا عن DevSec Ops. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ال DevSec Ops Pipeline وعن الأوتوميشن. هنتعلم إيه بالظبط إن شاء الله في الفيديو النهاردة؟ هنتعلم يعني إيه DevOps Pipeline بالتفصيل، يعني إيه كلمة Pipeline. هنتكلم عن الاوتوميشن، هنتكلم عن السكيورتي برنسبلز بتاعت الديف اوبس بايب، وهناخد اكزامبلز من روم في تراي هاك مي. هناخد براكتيكال اكزامبلز ان شاء الله. الروم اللي هنحلها النهارده في تراي هاك مي هتكون اسمها انترو تو بايبلاين اوتوميشن. دي الروم الثالثه في المسار الخاص بالديفسك اوبس على تراي هاك مي، وهي بتبدا تشرح ببساطه الاهم المصطلحات او الكونسبتس اللي احنا محتاجين نكون عارفينها لما نكون عايزين نتكلم عن الديف اوبس او الديف اوبس بشكل عام. طيب في اخر الفيديو ان شاء الله المفروض تكون واصل لايه. المفروض نكون عارفين ايه بيزك ايديا عن الديف اوبس بايبلاين، يعني ايه كلمه بايبلاين ببساطه خالص. المفروض نبقى عارفين يعني ايه كلمه فيرجن كنترول او كونسبت اوف بتاع الفيرجن كنترول والجيت. نكون عارفين يعني ايه سكيورتي اوتوميشن والموضوع بيشتغل ازاي، وازاي ان انا ببدا اوتوميت السكيورتي في اي بايب لاين عندي موجود. وبرضه هنكون عارفين شويه مصطلحات مهمه عن الديفسيك اوبس بشكل عام. يعني ده مسار مبسط كده للتوبيك او الروم اللي احنا هنكون بنحلها في تراي هاك مي. هو مينلي احنا هنتكلم عن حاجات اساسيه في اي ديف اوبس او ديف سيك اوبس بايب. حاجه زي السورس كود ستورج او الفيرجن كنترول، هنتكلم عن الديبندنسي مانجمنت، هنتكلم عن التستنج والسكيورتي تيستنج، وايه الفروق بين انواع التستنج المختلفه، وازاي اوتوميت او نعمل عمليه اتمته للتستنج في خلال اللايف سايكل او خلال البايب لاين بتاعي. يعني ايه كلمه continuous integration. وهنعرف برضو الانفايرمنتس المختلفه اللي احنا بنبني عليها. فكل كلمه او كل شكل من الاشكال اللي موجوده في البايب لاين اللي قصادنا هنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. هنشرحه شرح مبسط تماما. طيب نبدا اول حاجه بالسورس كود ستورج. دلوقتي تخيل معايا ان انت راجل ديفلوبر او حد بيكتب كود. انت بتكتب كود دلوقتي على اللوكال ماشين بتاعتك او على اللابتوب بتاعك. الدنيا بسيطة خالص وجميلة ومفيش اي مشاكل. فلنتخيل دلوقتي ان احنا هنبقى اتنين بنكتب كود. انت جبت واحد صاحبك وهتبدأوا انتوا الاتنين تكتبوا كود مع بعض. طيب الاتنين دول تخيل ان احنا بقينا شلة صحاب كده، بقينا 5، بقينا 10، بقينا 20. طيب احنا عايزين بقى نكتب الكود ده لشركة، او عايزين نطلع برودكت معين. فاحنا هنحتفظ بالكود ده ازاي؟ الاستورج بتاع الكود بتاعي هيكون شكله عامل ازاي؟ ما انا كنت الاول بكتب كود عادي على اللابتوب وبستوره على اللابتوب بتاعي، وعمر ما حد هيشوفه، ومنزل انتي فيروس ومنزل كل يعني البروتكشنز الممكنه. لو احنا بنتكلم على مستوى تيم او على مستوى شركه، طبعا ده مش هيكون حل، لان في الاخر احنا مثلا ليتس سي ان احنا 50 ديفلوبر بنكتب الكود. فاحنا محتاجين اول حاجه يكون عندنا كود ستورج، يكون عندي مخزن انا بخزن فيه الكود بتاعي. دي اول حاجه. تاني حاجه محتاجين ان المخزن ده يكون مؤمن او بروتكتد ناحيه الاتاكس المختلفه، كبدايه للسكيورتي بتاعه البايب لاين عندي. فهنبدا نسال شويه اسئله ليها علاقه بالكود الستورد عندي ده. يعني خلينا نفترض دلوقتي ان احنا خلاص هنلاقينا ستورج، لقينا سيرفر معين، هنحط عليه الكود خلاص. وكلنا كديفلوبرز ليتس سي ال 50 ديفلوبر ده، كل واحد من دول هياخد اكسس على الاستورج ده. طيب نبدا ناخد بقى شويه اسئله نسالها لنفسنا عشان نبقى عارفين ازاي هنأمن الكود اللي موجود في الاستورج ده. اول حاجه احنا عايزين نبقى عارفين ازاي هيبقى عندنا اكسس كنترول. ما هو احنا كلنا لينا اكسس، فلازم يكون عندي نظام لتنظيم الاكسس ده، او ان انا احط صلاحيات معينه لكل شخص فينا على السيرفر او على الكود ستورج، عشان ما يحصلش اي خلل له علاقه بالصلاحيات
مثلا فور اكزامبل ما ادخلش امسح الكود بتاع الشخص بتاع ديفلوبر تاني مثلا، او ما امسحش الماستر برانش او ما امسحش الكود بالكامل. فلازم كل واحد فينا يكون ليه صلاحيات معروفه في الكود ستورج ده. تاني حاجة، تخيل دلوقتي ان انت رحت جيت الصبح والله شربت كوباية شاي كده وقلت انا هعمل دلوقتي تشينج في الكود، ف جه واحد بعدك عمل تشينج في نفس الكود اللي انت كاتبه. طب هو كده بوظ لك كل شغلك؟ لا طبعا، احنا محتاجين حاجة نقدر نتراك بيها التشينجز، لان احنا تخيل ال 50 ديفلوبر بيغير في الكود ده، فلازم يكون في طريقة معينة اقدر ان انا اعرف بيها ايه التغييرات اللي حصلت بالظبط في الكود بتاعي. ازاي اقدر ان انا اعمل انتجريشن للستورج بتاعي ده مع الديفلوبمنت تول بتاعتي؟ يعني ليتس سي ان انا دلوقتي بكتب مثلا كود باي دي معين، بكتب فيجوال ستوديو مثلا، حد تاني بيكتب باكليبس. لازم يكون الكود ستورج بتاعي قادر على الانتجريشن، او ان هو يكون مربوط بالديفلوبمنت تولز المختلفه اللي احنا بنستخدمها. لازم يكون عندي طريقه ان انا اقدر استخدم المالتيبل فيرجنز. يعني احنا دلوقتي هنتكلم طبعا عن كونسبت الجيت وهنتكلم عن فيرجن كنترول، بس بشكل اساسي لازم يكون عندي فيرجنز مختلفه من الكود بتاعي. ليتس سي انت عملت مثلا دلوقتي برودكت، اول نسخه بتاعته كان في 100 مثلا، بعد كده بقت في 101، هيبدا يبقى عندك فيرجنز مختلفه لنفس الكود. فلازم اكون الاستورج بتاعي ده قادر على ان هو يفرق بين الفيرجنز المختلفه بتاعت نفس البرودكت. برضو حاجه مهمه جدا، هل احنا هنهوست الكود ده، هل السيرفر ده هيكون عندي انترنالي ولا السيرفر ده مثلا هيكون على كلاود؟ دي حاجه مهمه ان انا اكون عارف هل انا هستضيفه لوكالي ولا انا هجيب مثلا ثيرد بارتي او فيندور هيبدا ان هو يعمل لي عمليه الاستضافه دي. دلوقتي ده هيودينا لحاجه مهمه جدا اللي هي حاجه اسمها الفيرجن كنترول. نتيجه اجابات الاسئله اللي احنا اتكلمنا عنها في السلايد اللي فاتت، آم، لقينا ان احنا اجابه الاسئله دي بتتلخص في حاجه اساسيه اسمها فيرجن كنترول. فيرجن كنترول من الاسم بتاعه ان انا بقدر ان انا هيبقى عندي different versions لنفس الكود، وعندي القدرة على التحكم بالفيرجنز دي، او ان انا اقدر اديفرنشيت او افرق بين الفيرجنز المختلفة لنفس الكود. ليه محتاج ان انا اعمل ده اصلا؟ عشان انا ببساطة عندي سببين. اول حاجة ان انا عندي نيو فيتشرز، يعني انا دايما لو انا اتخيل مثلا ان احنا عاملين موبايل ابلكيشن، انت دايما هيكون عندك نيو فيتشرز محتاج ان انت تطلع واحدة ورا التانية ورا التالتة، كل اسبوع في نيو فيتشرز. فلازم يكون لكل فيتشر دول من دول برانش موجود قادر ان انا اشتغل على الفيتشر دي لوحدها، وبعد ما اخلص ابدا ان انا اعمل لها عمليه ميرج في الكود الاصلي. النقطه الثانيه برضو الكونسيرن اللي احنا اتكلمنا عنه في السلايد اللي فاتت، هو ان انا عندي مالتيبل تيم ممبرز. انا مش شغال لوحدي في الشركه او المؤسسه دي، لا انا شغال مع ناس كتير جدا. فلازم يبقى عندي القدره على التراكنج بتاع التشينجز اللي هتحصل في الكود، واكون قادر ان انا اشوف ايه الفيرجنز المختلفه الموجوده عندي في الكود وافرق بينهم. ولو انا عايز مثلا اعمل رول باك او استدعي نسخه قديمه كان مثلا ما كانش فيها مشاكل فور اكزامبل، اقدر ان انا استدعيها في اي وقت. عايز اوصل لنسخه جديده اقدر ان انا اعمل كده. عايز ادخل على بس الفيتشر دي واعدل عليها اقدر اعمل كده. فبالتالي هو بيديك فيزابيليتي كامله على كل الكود الموجود والفيتشرز بتاعته، وابدا ان انا اعدل واشوف بمنتهى السهوله الموضوع ده. هنتكلم دلوقتي عن اشهر فيرجن كنترول سيستمز موجوده على الانترنت او احنا بنستخدمها حاليا. اشهر حاجتين مشهورين جدا هما الجيت والسب فيرجن. نظام الجيت ونظام السب فيرجن او الاس في ان، ايه الفرق بينهم بشكل اساسي؟ الجيت هو distributed source control system، في حين ان الاس في ان هو centralized source code system. طيب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ قال لك والله الديستريبيوتد سورس كنترول هو بيدي كل ديفلوبر نسخه كامله من الكود بتكون موجوده لوكالي عنده، في حين ان الاس في ان سنترلايزد، يعني احنا كلنا بنعدل في نفس الكود على نفس السيرفر. ف
الجيت هاب مثلا فور اكزامبل، او نظام الجيت بيقدر ان هو ان انا دلوقتي هدخل على مثلا على الماستر، اقدر ان انا اعمل له بول عندي، وابدا ان انا هشوف الابلكيشن بشكل كامل وانا بطور في فيتشر معينه، على عكس الاس في ان. طيب ايه اشهر حاجه على الاطلاق على الانترنت؟ طبعا جيت هاب، اللي هو اكبر يعني بروفايدر لهوستنج على الانترنت للكود. بتقدر تستخدمه بمنتهى البساطه اذا كنت هتعمل مثلا ريبوزيتوري بابليك او برايفت. عايز تستخدمه مثلا لشركه فهتخليه برايفت، عايز تخليه مثلا عايز تعمل تول تفيد بيها الناس مثلا ممكن تخليها بابليك. في الحاله دي هو اكتر حاجه مستخدمه تقريبا على الانترنت. طيب لو انا مش عايز اهوست الكود بتاعي على الانترنت، او مش عايز استخدم جيت هاب، انا شايف مثلا ان في مشاكل ممكن تحصل من القصه دي، او انا عندي برايفسي كونسيرن، او انا شركه مش عايز اطلع الداتا بتاعتها بره، قال لك والله انت عندك تول لطيفه جدا اسمها جيت لاب. جيت لاب هو بيستخدم نظام الجيت، بس انت تقدر تعمل له يعني هوستنج لوكالي داخل الانفراستراكشر بتاعتك، وتستخدمه بشكل لوكال عادي خالص. طيب ايه السكيورتي كونسيرنز بتاعت موضوع الجيت او جيت هاب او الفيرجن كنترول اللي احنا اتكلمنا عنها؟ لو هي مثلا موجوده بابليك اكسسبل، او موجوده برايفت بس هي موجوده، بس برايفت بس هي انترنت فيسنج، يعني على جيت هاب فور اكزامبل. والله انا ممكن يبقى عندي كونسيرن مثلا في الاوثنتيكيشن. ليتس سي ان حد عرف يخترق الاكونت بتاع حد من اكونتس ديفلوبر عندي، الراجل ده هياخد اكسس على الكود بشكل كامل. طيب الاكسس كنترول، لو في ديفلوبر مثلا ليتس سي ان هو هيسيب الشركه ويمشي، بس هو عنده صلاحيات ادمنستريتور، الراجل ده ممكن يمسح الكود بشكل كامل من الشركه عندي. فده مشكله كبيره جدا ليها علاقه بمشكله الصلاحيات. لازم يكون عندي اكسس كنترول وبريفليج مونيتورنج لكل الصلاحيات او كل الاكونتس اللي موجوده عندي. في حاجه برضو بيقولوها او اكزامبل بيقولوه اسمه جيت نيفر فورجيتس. زي ما احنا قلنا قبل كده ان الجيت هو بيخزن كل تشينج الديفلوبر بيعمله على الفيرجننج هيستوري بتاعه. فنتخيل مثلا ان في ديفلوبر دلوقتي حط بشكل غير مقصود سيكريتس، مثلا حط اكونت او داتابيز مثلا يوزر نيم اند باسورد داخل الكود، وبعدين والله هو خد باله من الكارثه اللي هو عملها، فقال والله انا ايه، انا هبدا ان انا اتفادى الموضوع ده بسرعه، وابدا ان انا اغيره. فعمل كوميت للتشينج، شال بيه الليكس دي، و آم، خلاص الكوميت ده اتعمل، فالكود ما بقاش فيه الليكس. طيب هل فعلا الكود ما فيهوش الليكس؟ في اداه اسمها جيت ليكس او جيتي ليكس. الاداه دي وظيفتها ان هي تدور في الفيرجن هيستوري بتاع اي ريبوزيتوري خاص بالجيت هاب، ويبدا ان هو مثلا يكستراكت الكريدنشالز، او هي اكستراكت السنسيتيف انفورميشن اللي موجوده عندي في الريبوزيتوري ده. هنا للجزء العملي اللي احنا قلنا هنحل فيه الروم بتاعت انترو تو بايب اوتوميشن على تراي هاك مي. احنا اوريدي اتكلمنا عن اغلب الكونسبتس اللي احنا محتاجينها خلال الروم، وهنبدا دلوقتي نحل الاكزامبلز على الروم دي. اول حاجه هو بيسالني who is the largest online provider of Git. فاحنا قلنا ان اكبر بروفايدر هو الجيت هاب طبعا. تاني حاجه بيقول لي what popular Git product is used to host your own Git server. ايه البرودكت اللي انا بستخدمه لو انا عايز هوست الجيت سيرفر؟ برضو اتكلمنا عنها، هي جيت لاب. بعدين بيقول لي ايه التول اللي انا ممكن استخدمها لو انا عايز اسكان ريبو عشان اوصل لسنسيتيف انفورميشن. طبعا برضو اتكلمنا عنها، هي الجيتي ليكس. نسبمت وكده كله تمام الحمد لله. دي كانت نهاية الدرس بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن ال Dependency Management. لو الفيديو عجبك فأنت ممكن تعمل سبسكرايب للشانل، ويا ريت نجوين الكورس جروب اللي موجود على التليجرام وموجود على الفيسبوك.
عشان ان شاء الله الليسنز الجايه هنبدا نعملها شيرنج على الجروب، وهنبدا ان احنا نتناقش ان شاء الله بعد كل فيديو في الليسون نفسه اذا كان في اي حاجه مش واضحه. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.